بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لو وقع ابنك أو اتخبط على دماغه أو حتى حد كبير، لازم يقعد 48 ساعة تحت الملاحظة. ليه؟ خاصة لو ظهر عليه إقيء أو إغماء. ليه؟ لأن دي أعراض ارتجاج، يعني المخ اترج. المخ ده محبوس في صندوق اللي هو الجمجمة، المفروض انه ما بيتحركش. اي حركة عنيفة فيه بتعمل اعراض الارتجاج اللي هي الدوخة وعدم الاتزان والاغماء والقيء. ليه بقى؟ لان بنخاف ان يحصل في الفترة دي، ممكن يحصل نزيف داخلي. ولو حصل نزيف داخلي بيبقى انت على طول الاطباء عارفين علامات معينة زي تسريع ضربات بالعلامات الحيوية، يعني بسرعة ضربات القلب، انخفاض شديد في الضغط. نقدر ان احنا نحاول نلحق. والحقيقة ده مش في ضربات في المخ بس، لا، ده اي كدمة حتى لو كانت في القدمين او كده، ان ممكن يبقى الموضوع سهل، ومع الوقت يحصل نزيف داخلي. لو ما تكتشفش بيحصل نزيف داخلي جديد ينهي حياة المخبوط. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ويعلمنا. والسلام عليكم ورحمة الله.